السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهارده جايين بفيديو بسيط كده من فيديوهات التوفير اللي احنا عاملينها مع بعض وبدأناهم مع بعض بكذا فيديو، ده تكملة لهم. إيه دلوقتي التوم بدأ ان هو يفرغ. يعني ايه يفرغ؟ اقول لكم يعني ايه. بصي، فص التوم، شفتي؟ تك عليه كده تلاقيه بدأ يفضى. يعني كده الفص ما عادش نافع. شوفي، تفتحيه، شفتي الفص عامل ازاي؟ نشف. اه نشف، نشف اهوت. اهو شفتي نشف ازاي كده، ما عادش نافع. هنعمل ايه بقى؟ نجيب الثوم الحلو ده كمان فرغ اهو. نجيب الثوم الحلو وهتمسكيه تقشريه، بس ما تجرحوش وانت بتقشريه، يعني تحاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم تاني فيديو معايا من فيديوهات التوفير. انا جيت اقشر الثوم، لقيت الثوم معايا فرغ. شوفوا اللي طالع من جواه، نتك على القشره كده تلاقيها ايه، بقت مفرغه من جوه وما عادش فيها ايه توم حلو خالص. شوفوا بتخروش ازاي، ما عادش فيها غير الايه الحته ديت الوحشه دي. فقلت بقى انا هجيب كميه التوم اللي عندي وهقشر، بس لازم واحنا بنقشر ان احنا ما نجرحش التوم. تبقى التومه طالعه معانا، فص التوم لازم ما يتجرحش. انا هجيب الكميه اللي عندي كلها اقشرها واوريكم هعمل ايه. كده احنا قشرنا التوم معانا. هنجيب بقى بقشرية دي هنحشها. اي برطمان عندك فاضي، اي برطمان، وتبدأي انك تحطي فيه التوم بتاعك عادي خالص، اللي هو الحبة عادي خالص كده اهو، كده اهو. تمام كده. وتبدأي بقى انك تقفلي كويس قوي بحيث ان مفيش هوا يدخل بس، وتحطيه بقى في باب التلاجة، بس مش هيجرى اي حاجة، وتاخدي منه على قد استعمال. ده كانت